صباح الخير ومساء يا جدعان، وفيديو جديد. هنتكلم في الفيديو ده عن لغز محير او الحقيقة المخفية. لا، مش لغز المدينة المفقودة أطلانتس ولا سر التحنيط عند الفراعنة، ده الظاهرة اللي افتقدناه في ماتش نهائي كاس العالم. هنحاول نعرف ايه اللي حصل مع R9 قبل نهائي فرنسا، لان بسبب اللي حصل ده التاريخ اتغير. ده كان النهائي اللي البرازيل خسرته بين بطولة 94 و2002، يعني لو كانوا كسبوا البطولة دي كانوا حققوا كاس العالم 3 مرات ورا بعض. انت متخيل؟ نهائي 98 ده حصل فيه حاجات كتير قوي قبل حتى ما الحكم يصفر لبداية الماتش. ايه الاهم بالنسبة لك كشركة؟ علامتك التجارية وظهورها، ولا كارير شخص وحياته؟ تمام، انا هخش في الموضوع على طول. سنة 98 رونالدو كان عنده 21 سنة، وكان لعب لأندية زي كروزيرو وبيس في وبرشلونة وانتر. لعب تقريبا 200 ماتش ومسجل فوق ال 170 جول، ارقام مخيفة. واخد بالون دور، كوبا امريكا، وكاس القارات مع البرازيل، كاس الكؤوس مع برشلونة، حتى اليوروب ليج مع انتر، وكاس عالم 94 رغم انه ما شاركش. رونالدو كان احسن لاعب في العالم وقتها، وكان في طريقه لانه يكون الاعظم، وعنده بوتنشال يعدي بيليه وارقامه اللي بتزيد لوحدها دي. المهم، لو هنقول ان كان في منافس ليه وقتها، فاكيد هيكون زين الدين زيدان اللي كان عنده 26 سنة، وكان افضل خط نص في العالم ومكتسح بفرق كبير الفرق التانية في ايطاليا، مع اليوفي اللي كانوا مخلصين الموسم في الدوري بفرق 5 نقط عن المركز التاني، واللي كان الانتر مع رونالدو. واول ما بطولة كاس العالم قربت، الاتنين كانوا بكل سهولة اكبر اسمين في البطولة، لحد ما لقوا الاتنين نفسهم في النهاية قصاد بعض. البرازيل ضد فرنسا في نهائي كاس عالم 98 في فرنسا. الجمهور وقتها كان مايل اكتر للبرازيل انها تكسر وش فرنسا، بغض النظر يعني عن ان الفرنسيين بيلعبوا على ارضهم. البرازيل قابلوا تشيلي في دور ال16، وقدروا يكسبوا الدنمارك بعدها في ربع النهائي 3-2، وبعدها هولندا، الماتش اللي خلص بضربات الجزاء بعد ما كلويفرت سجل التعادل في الدقيقة 87. الناحية التانية كان فرنسا مخرجة الباراجواي من دور ال16، ايطاليا في ربع النهائي بضربات الجزاء، وكرواتيا في نص النهائي بعد ما كسبوا 2-1، واللي سجل الجولين وقتها كان تورام. المهم، زيزو كان بعيد شوية عن مستواه المعهود الخرافي، ورونالدو كان في حالة افضل. R9 كان مسجل 5 اجوال و3 اسيستات في 6 ماتشات. كل الفرنسيين كانوا مرعوبين من رونالدو، رغم ان فرنسا وقتها كان عندهم في الدفاع عمالقة زي ديساي وليليان تورام، لكن الكل كان عارف ان مفيش اي حد هيقدر يوقف الظاهرة. على الاقل ده اللي كانوا معتقدينه لحد ما تيجي ليلة النهائي. الفريق البرازيلي وصل للفندق والكل دخل اوضته. رونالدو كان مع روبرتو كارلوس في نفس الأوضة. المهم، روبرتو كارلوس بيقول ان فجأة لقى رونالدو قاعد على الارض وبيعيط. بيقول ما كانش عارف يتعامل مع كل الضغط اللي عليه، وانه لازم يأكد فوز بلاده بكاس العالم تاني وهو في السن الصغير ده. عموما لحظة الضعف دي مش هتبقى حاجة مقارنة باللي هيحصل بعد شوية. في نفس اليوم الساعة 4 العصر وبعد الغدا، رجع رونالدو لأوضته، لكنه فجأة وقع على الأرض وبدأ يتشنج، ورغوة بتخرج من بقه، وفضل يتنفض ويرتعش على الأرض. روبرتو كارلوس شاف المنظر ده، قام يجري وهو بيصرخ علشان يشوف حد يساعده. لقى سيزار سامبايو وإدموندو حاولوا يمسكوه لأنه كان بدأ يخبط وكان ممكن يأذي نفسه، وإدموندو منعه إنه يبلع لسانه. وبعدها بدقايق كل الفريق كان اتجمع حواليه، لدرجة إن رونالدو ما كانش قادر ياخد نفسه. وبعد كل الفوضى والصريخ ده فجأة سكت تماما. جه مساعدين الفندق بعد ما سمعوا لعيبة بتصرخ وبتقول إنه مات، لكن فجأة فتح رونالدو عينه وقال في هدوء: ما تمشوا من هنا يا جماعة، أنا مش عارف أنام بسبب الدوشة اللي انتوا عاملينها دي. كل اللي كان واقف اتصدم والكل تنح، محدش كان فاهم حاجة، لكنهم سابوه يرتاح. دخل المدرب المساعد بعد شوية علشان يطمن عليه، لكن رونالدو رد عليه ردود مش مفهومة قوي، لأنه كان رايح في النوم تماما. وبعد شوية صحي وكان واعي، لكنه كان دايخ ومكسر أكن عربية خبطته. ليوناردو أخده ونزلوا يتمشوا شوية في جنينة الفندق، وقال له بهدوء عن اللي حصل. وقتها كان كل اللي عملوه دكاترة المنتخب ادوله كوباية شاي علشان يروق. دكتور الفريق توليدو كان بيقول إن عمره ما شاف رونالدو بيحصل له تشنج قبل كده، وبعدها راح المستشفى وقعدوا أكتر من 3 ساعات هناك علشان يرجعوا بالليل.
بعد الفحوصات الاولى كان تشخيصهم ان تقريبا رونالدو عنده صرع غير مشخص، وبعدها عملوا كل الفحوصات الممكنة لكنهم ما وصلوش لأي حاجة. محدش كان عارف فيه ايه، حتى رونالدو نفسه قال انا ما حسيتش بأي حاجة. بعدها كان بيبقى خايف يروح ينام شوية لا يحصل نفس الموضوع تاني. المهم الدكاترة شخصوا ان اللي حصل كان تشنج عرضي بسبب ضغط عصبي حصل له. ووقت ما كان كل ده بيحصل ظهر زاجالو مدرب المنتخب وقتها واعلن الاسامي اللي هتشارك في الماتش، واكيد ما حطش اسم رونالدو، حط مكانه ادموندو، لانه كان مقتنع تماما ان رونالدو مش هيلحق يرجع في الوقت المناسب. لكن بعد التشخيص النهائي الدكتور قال ان الموضوع مش مؤذي، لكن رونالدو محتاج راحة. وقبل 40 دقيقة من بداية الماتش رونالدو فضل يقول لزاجالو وتوليدو انه زي الفل ومفيش اي حاجة وانه حقيقي جاهز يلعب. طبعا زاجالو نزله وبدأ بيه الماتش، ومن اول دقيقة هتقدر تلاحظ المنتخب البرازيلي مش مركز في الملعب ومش نفس طريقة لعبهم الحيوية المتعودين عليها في كل البطولات. وظهر رونالدو متشتت تماما طول ال90 دقيقة، ديساي وتورام قفلوا عليه كل حاجة. الغريب انه فضل مكمل طول الماتش رغم ان مستواه كان حقيقي بعيد. رونالدو في الماتش ده لمس الكرة 20 مرة بس حسب احصائية عملوها موقع اوبتا، وكان في تقرير مطول كتبه ستيوارت جيمس في ذا اتليتيك عن الموضوع ده، سيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن. المهم الناحية التانية زيدان كان مسجل جولين من عرضيتين، ورغم طرد ديساي في الدقيقة 68 من الماتش لكن ايمانويل بيتي يسجل الثالث وينهي الماتش تماما. كل ده كان عكس المتوقع، لكن زين الدين زيدان بعدها بكام شهر ياخد البالون دور واللي كان يستحقها الصراحة. المهم رونالدو بعد الماتش كان تقريبا كويس لانه عمل لقاء صحفي وقال فيه ايوه انا خسرت كاس العالم دلوقتي لكني كسبت كاس الحياة، على الاقل انا لسه قادر اكمل والعب كورة وده الاهم. لكن للأسف ولسوء الحظ الكلام ده مش هيحصل، لانه بعد ما هيرجع للانتر بشوية هيبدأ سلسلة من الاصابات في ركبته الاتنين، والموضوع معاه هيزيد للأسوأ. وبسبب الاصابات دي هيبعد عن الكرة فترة كبيرة تقريبا 2 لحد ما هيقدر يرجع تاني لمستواه. لكن دلوقتي خلونا نشوف ايه اللي حصل في ال 24 ساعة اللي قبل ماتش النهائي. الناس حست ان لا في حاجة مش مظبوطة حصلت قبل الماتش خلت رونالدو يظهر بالشكل اللي شفناه ده، وبدأوا يدوروا فعلا عن ايه ممكن يكون حصل. الشكوك كانت كتيرة لكن معظمها مش واضح، واول نظرية من الشكوك دي كان بسيط جدا، وهو انهم اعتقدوا ان رونالدو اتصاب بشكل ما في ركبته قبل الماتش واخد فولتارين كتير علشان يقلل الألم شوية. ومن الأعراض الجانبية للفولتارين بس نادرا قوي يعني هي ان المريض ممكن يواجه شوية تشنجات او تليف في العضلات. لكن دكتور المنتخب وقتها اصر ان كل اللي اتقال ده مجرد هراء وكلام فارغ ملوش اي اساس من الصحة، لان مفيش اي لاعب في الفريق وقتها كان بياخد اي نوع من انواع الحقن. ومن هنا ممكن نروح للنظرية التانية واللي ملهاش اي علاقة باللي فاتت دي. تفتكر رونالدو اتعرض للتسمم؟ اصل بص معايا كده، البرازيل كانت بتلعب فرنسا في فرنسا، والحادث اللي حصل لرونالدو كان عشوائي تماما وبعد ما خلص وجبة الغداء بتاعته على طول، وطبعا في فندق فرنسي. تفتكر انه ممكن واحد او مجموعة من موظفين الفندق يخاطروا بكل حاجة مقابل محاولة في انهم يدوا بلادهم افضلية للفوز بكاس العالم؟ لكن الصراحة ده كلام فارغ وما كانش مجرد غير اشاعات طلعها التلفزيون والصحافة في البرازيل، لان اعتقد مفيش منتخب حاليا في بطولة كبيرة بيمشي من غير الطباخ بتاعه. كل فريق او منتخب كبير عندهم الطاقم المخصص ليهم علشان يجهز لهم الاكل. اللي جاية دي بقى هتحسسك ان كل النظريات اللي فاتت دي تفاصيل صغيرة في مؤامرة اكبر بكتير للتلاعب في النهائي. ومن هنا هنروح للنظريتين المشهورين جدا عن الموضوع ده. الاولى، فرنسا دفعت للبرازيل علشان يسيبوا الماتش. بعد ايام قليلة من الماتش اتسربت رسالة من المفترض ان اللي كتبها شخص جوه الاتحاد البرازيلي للكورة، وبدأت تنتشر بشكل رهيب على النت. الخطاب ده اتهم كل منظمة شاركت في اللي حصل في الماتش النهائي ده بالفساد، واكتر جملة الكل كان بيرددها وقتها لو كنت عارف ايه اللي حصل فعلا كنت هتحس بالغثيان. نص الرسالة ايه بقى؟ ان الاتحاد البرازيلي وافق على انهم يسيبوا الماتش مقابل اولا فرصة لاستضافة كاس العالم في المستقبل، واللي بالصدفة ولا لأ
بعد 5 سنين اعلنت الفيفا ان البرازيل هتستضيف كاس عالم 2014. ومن الناحية التانية اللعيبة قبلوا كم كبير جدا من الرشاوي علشان يوافقوا هم كمان، تقريبا 23 مليون، باستثناء مين؟ رونالدو اللي رفض. وده خلى الاتحاد البرازيلي يألف القصة كلها على انه مريض، وبعدها رونالدو بيستسلم وفي الاخر بيرجع للتشكيل الاساسي في اللحظة الاخيرة. لكن لو هتسألني في رأيي عن نقطة ان اللعيبة تقبض رشاوي علشان يسيبوا الماتش، هقولك بعيدة شوية، لان المنتخب كان كله لعيبة كبار وكلهم نجوم، وكلهم اكيد عايزين يحققوا لقب كاس العالم لانه الاغلى بالنسبة لاي لاعب كرة طبعا، وخصوصا ان بعض اللعيبة دي ممكن كانت تكون اخر فرصة ليهم علشان يكسبوا البطولة او حتى يشاركوا فيها زي تافاريل، فاكيد مش هيتخلى عن حلمه ده علشان الفلوس اللي هي بالفعل معاه بقدر كافي يعني. فدي نقطة لازم نحطها في الاعتبار. المهم رغم كل اللي اتقال ده، لكن في بعض الناس قالت ان الرسالة اللي اتسربت دي مزيفة، خدعة كبيرة، واللي كتبها شخص مجهول على الانترنت، ومش المفروض نصدق اي كلام بيتقال. وبعدها بفترة بيظهر مقال الجارديان واللي بيحاول يظهر فيه الوضع الحقيقي وبيضيف تفاصيل جديدة للقصة، وضاف ان كمان البرازيل طلبت مش بس استضافة كاس العالم في المستقبل ورشاوي ضخمة للاتحاد البرازيلي، لكن كمان طلبوا انهم يتحطوا في مجموعة سهلة في البطولة الجاية سنة 2002. ويا الله على الصدف، فعلا كاس عالم 2002 بعد سحب القرعة مجموعة البرازيل كانت تركيا، كوستاريكا والصين. وطبعا مش محتاج اقولك ان البرازيل اكتسحوا المجموعات، هما مش بس اكتسحوا المجموعات، هما حققوا البطولة دي اصلا. المهم نرجع ل 98 دلوقتي. ايوه الوضع كان جدا مريب، لكن ليه اللعيبه هتشارك في القصه دي كلها بقى؟ طيب بص، الجانب الفرنسي شكله ما كانش عنده اي فكره عن اللي بيحصل. بريز قال ان كل اللي بيتقال عن ان رونالدو مريض ومش هيلعب ده كذب، بيحاولوا يشتتونا، وفي الاخر رونالدو هنلاقيه في الملعب عادي جدا. انا عارف انا بقولك ايه، الراجل في عالم تاني خالص. والناحيه التانيه بقى في لقطه في نص الماتش لما ريفالدو ساب الكوره او خرج الكوره بره الملعب، قال يعني بيخرج الكرة بالروح الرياضية او فير بلاي، لكن في الحقيقة اللعبة ملهاش اي لازمة تماما، انت خسران بفارق جولين وفاضل 20 دقيقة على نهاية الماتش. وده خلى ادموندو يتعصب جدا وكان شبه رايح يضربه وفضل يزعق كتير. واضح ان مش كل لعيبة المنتخب البرازيلي عارفين او مشاركين في القصة. ادموندو كان من القليلين اللي بيحاولوا فعلا يكسبوا الماتش. عموما اعتقد النظرية دي مش هتفاجئ حد قوي يعني، لان دي مش اول مرة نلاقي الفيفا متورطين في قضايا او قصص فساد او تلاعبات. ده البطولة دي نفسها بدأت بقصة كده ان اكتر من عضو في الفيفا خدوا كم رهيب من الرشاوي علشان يأثروا على اختيار البلد المستضيف للكاس. عايز ايه اكتر من ان الرئيس الفرنسي السابق لاتحاد كرة القدم الاوروبي ميشيل بلاتيني قال بنفسه انه كان عارف ان على الاقل بان دور المجموعات اللي اتعملت في البطولة دي كانت متظبطة على ان البرازيل ما تقابلش فرنسا الا لو في النهائي، علشان تبعد فرنسا تماما عن الفريق الوحيد اللي خايفين منه فعلا. وبعدها قال كلمته اللي اتشهرت فشخ: تفتكر التانيين مش بيعملوا كده في كاس العالم بتاعهم؟ حتى ايمانويل بيتي قال: اوقات كنت فعلا بسأل نفسي هل احنا فعلا كسبنا الماتش ده على ارض الملعب، حاسس ان ما كنتش غير مجرد دمية. اعتقد سهل دلوقتي تعرف ليه كتير من الناس مصدقين النظرية دي فعلا، لكن في الواقع دي مش النظرية الاكتر تصديقا على النطاق الاوسع يعني. مرة كمان واضح ان كان في مؤامرة اكبر بكتير هتغير تماما مجرى كل اللي ناقشناه من شوية. الكلام على ايه بقى؟ على ان نايكي هي اللي ورا كل ده. نايكي هي اللي اجبرت رونالدو على انه يلعب النهائي. فكر معايا كده في الموضوع، وقتها كانت المعركة بين العلامات التجارية رهيبة. نايكي كانت الراعي لرونالدو والبرازيل، واديداس كانت الراعي لزيدان وفرنسا. وبعدها بشكل مفاجئ رونالدو يتعب قبل اكبر واهم حدث في العالم، والخسائر او الضرر اللي كان هيسببه رونالدو للشركة كبير جدا، لان هو النجم اللي اطلق منتجهم الاعظم وقتها والاكثر تألق والاكثر تسويق، الجزمة الايقونية نايكي ميركوري. حتى انهم عملوا اصدار خاص لرونالدو بالجزمة دي، هتبقى واحدة من اكبر الاحذية الرياضية واكترهم مبيعا في التاريخ، ونايكي كانت عارفة ده كويس ومخططين ليه. حتى وقتها كان الاعلان المشهور بتاع المطار لو تفتكروا، ما كانوش جاهزين يخاطروا بده لمجرد ان اللاعب مش حاسس انه تمام علشان يلعب الماتش،
طيب دلوقتي الوضع ايه بقى؟ بص، نايكي مش مضطرين يتكلموا اصلا مع اللاعب نفسه اللي هو رونالدو، لان قبل الموضوع ده بكام سنة الشركة وقعت عقد رعاية مع الاتحاد البرازيلي قيمته تقريبا 80 مليون استرليني. رقم رهيب، رقم كان الاكبر في التاريخ. وكان واحد من بنود العقد ده بسيط جدا، وهو ان البرازيل لازم تلعب بافضل 11 لاعب عندهم في كل مرة تقدر على ده، حتى لو الماتش ودي. واكتر شخص هيستفيد من كل ده هو رئيس الاتحاد ريكاردو تيكشيرا، واللي هيتهم في الاخر انه سرق جزء كبير من الفلوس دي. المهم ان الكل شافه وهو بيمشي من اوضه تغيير الملابس قبل ساعه من اعلان عن التشكيل و20 دقيقه بالظبط، ومسح زجاله اسم ادموندو واعلن ان رونالدو هيلعب اساسي. زجاله كان ليه تصريح بيقول فيه ان لو ما كنتش حطيت رونالدو في التشكيل والبرازيل خسرت 3، البلد كلها كانت هتقول انا اللي خسرتنا الماتش، علشان كده لو رجع بيا الزمن هعمل نفس الشيء تاني. المهم بعيدا عن كلام ماريو، اعتقد الموضوع بقى واضح هنا، واللي اتقال للرئيس ان لو غاب رونالدو عن الماتش شركة نايكي هتلغي عقد الرعاية. اعتقد دلوقتي مفيش حد هيستعجب من ردة فعل رونالدو بعد ما خسر الكاس، لما قلع الكوتش وربطهم مع بعض وعلقها على رقبته. في كل لحظة كان بيظهر فيها على الشاشة كان بيعمل فلوس. لكن ورغم كل اللي قلناه، واللي يخلي النظرية دي أكتر واحدة قابلة للواقع أو التصديق، هو إن بعد سنتين كان بيحاول رئيس الاتحاد إنه يبرر تصرفاته قدام البرلمان البرازيلي نفسه، لكن شبه بلا فايدة، لأن الموضوع كان جدا واضح. واللي اتقال إن بطريقة ما السنين اللي كانت بعد توقيع أكبر عقد رعاية دي، الاتحاد بدأ يخسر فلوس لأول مرة في تاريخه، وبدأ ياخد كروت سخيفة لتغطية النفقات بمعدلات فايدة وصلت ل 43% من شركات كان الرئيس على صلة بيهم. لكن بعدها رفع قضية على 2 من أعضاء البرلمان اللي اتكلموا عنه وعن اللي بيحصل، وبعد 10 سنين اتجاب تاني قصاد البرلمان بعد ما خد رشوة علشان يتدخل ويفسد تنظيم كاس عالم 2014 اللي كان في البرازيل. خلص الموضوع انه اترفد من البرلمان تماما واتحاكم. وبعد كل السنين دي ادموندو، واللي فضل محبط جدا بسبب كل اللي حصل ده، قال ان موضوع نايكي ده حقيقي وما كانش بس في النهائي، لان كان في عقد مع رونالدو لازم يلعب كل ماتش وكل دقيقة، وما كانوش لازم يتكلموا، وما كانش حتى في وسيط. هم اتفقوا بشكل مباشر مع الرئيس واللي كان واخد نسبة من الأرباح. توستاو لاعب برازيلي سابق وكان كسب كاس العالم سنة 70، قال زمان اللي كان بيختار تشكيل الفرق رؤساء الدول الكبرى وجنرالات الجيش، دلوقتي اللي بيختار التشكيل شركات الرعاية ورجال الأعمال الكبار. نهائي كاس العالم هو أكبر عرض تلفزيوني. في الناحية التانية نايكي أصدرت بيان رسمي منهم بتنفي كل اللي بيتقال ده، وإنهم ما تدخلوش في أي حاجة، وإن القرار كان تماما من إرادة زجالو مدرب المنتخب ورونالدو. في الآخر يمكن دلوقتي أنت بتسأل نفسك، طيب إيه رأي رونالدو عن كل ده؟ رونالدو لحد النهاردة شايف إنه مش عارف أي حاجة عن اللي حصل فعلا، وهو مقتنع تماما إن هو اللي فضل يتحايل على الجهاز الطبي علشان يلعب الماتش بالمهدئات، وبعد كتير من الزن عليهم استسلموا وسابوه يلعب. وشايف إن المهدئات دي هي اللي خلته كان شبه تايه شوية جوه الملعب، وبيقول إن الدراما اللي حصلت دي كلها هي اللي بعدت الفريق عن مستواه وخسرتهم الكاس، لأنهم ببساطة كانوا قلقانين عليه جدا.